بصوا يا جماعه بعلمه ازاي الاوت بوي. بصوا محبسك ازاي، هو قاعد اصلا قاعد حبسجه يعني كده، مش واخد بالي وعزوز بيعمل ايه. ده بيحطها بيبص لك اللي هو املالي. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا ومرحبا بكم في قناه شاور فاميلي. نعتذر جدا عن التاخير يا جماعه في الفيديوهات اللي فاتت، لان احنا والله عايزين نعمل احسن ما عندنا، بس للاسف بيبقى في ظروف بتحصل، فاحنا بنضطر ان احنا ناخر الامور شويه يعني. بس ان شاء الله اللي جاي الفيديوهات كلها ورا بعض. كانت عيني ورمه زي ما انتم شايفين كده، هي لسه فيها ورم برده بسيط، بس بسيط يعني الحمد لله. كانت ورم خالص بس الحمد لله خدت قطرات وخدت دواء والحمد لله بقت كله تمام. النهارده الفيديو يا جماعه عباره عن روتين اليوم بتاع عز الدين. هو دلوقتي عنده سنه وكام شهر كده، بس احنا من اول ما اتولد لحد دلوقتي ما صورناهوش روتين، فاوعدكم ان الروتين ده مختلف عن اي روتين شفتوه في حياتكم، فتابع الفيديو لحد الاخر عشان هتشوف حاجات مختلفه تماما. انا متاكد انت ما شفتش روتين زي ده في حياتك قبل كده او في حياتك قبل كده. يلا بينا عشان نروح نصحيه. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا ريت اللي يشوف يقول بسم الله ما شاء الله. الطفل الوحيد اللي اول ما بيصحى من النوم بيبقى ضحكته مسكره كده، حز شكله لسه ما نامش كويس، زي ما انتم شايفين مغيب كده شويه، بس هنحاول نفوق. احلى حاجه فيه ضحكته اول ما بيصحى. زيزي بيجيب عطاني زي دي. بصوا يا جماعه، انا حابب بس اوريكم حاجه. انا مش عايز اضايق، بس هم السنتين اللي تحت بداوا يطلعوا، فكبروا شويه فانا عايز اوريكم كبروا شويه قد ايه. بقى شكلهم حلو قوي لما يجي يضحك، ضحكته بتبقى حلوه قوي بالسنتين اهو يا جماعه. السنتين حلوين. بيبي عزوز عايز موت عشان ماما وحشاه، طول الليل ما شافش ماما فعايز ماما عشان ياخدها. طفل حنين وطيب، احلى طفل في العالم. يلا نروح مش عارف هو القرد في علوم غزال ولا انتوا شايفين زي ما انا شايف. انا شايف ده احلى طفل في العالم بصراحه يعني، بس يمكن عشان ده ابني وحته مني فانا شايفه احلى طفل في العالم. يا ريت تقولي في التعليقات لو انا لا يا ريت محدش يقول في التعليقات لو حد قال حاجه على ابني. هل ده احلى ابن في العالم زي ما انا شايف ولا في اطفال احلى منه؟ حساسي ايه رايكم يا جماعه؟ قلنا نطوله شعره كده احلى ولا لا؟ قولوا بص شعره بتطول الفجر بس عامله ازاي لما بيرجع لورا بقى كده كمان بيبقى شكله تحفه. ايه رايكم كده ولا احنا شعره قصره له شويه؟ يا ريت برضه تقولوا لي في التعليقات. بدا يفوق مسمر يا جدعان خالص بسبب المصيف، لان احنا لسه جايين من شرم الشيخ ومش فاهم اصلا احنا بنعمل ايه. احنا خدناه على اخوانا. ايه يابا عايز ايه يابا؟ ايه تحب بابا دلوقتي يا جماعه معانا ام عزوز. انا اصلا ماليش اي لازمه في الفيديو ده، هو ساحب مني كل الصلاحيات وبيفضل يقول لي مش انت اللي هتربي ابني عشان انت بتطلعيه عيل مايز. يا جدعان هل عشان انا امه وبخاف عليه وبحبه هبوظه؟ الست دي يا جدعان بتدلعه يا جدعان، عايزه تخلي ابني يطلع عيل متني، انما الحمد لله بفضل ربنا هطلعه شاب شوح باد بوي على حق الله. باد بوي اتفرجوا انا تعليقاتي عامله ازاي. بص هو سايب له الولاعه بتاعته، عمال مديها له وعمال يلعب بيها عادي. يا عزات لبابا عز المعلقه البنات ولعت بابا. يلا بصوا يا جماعه بعلمه ازاي يبقى باد بوي. بصوا محبسك ازاي، هو قاعد اصلا قاعد حبسجه. هات الولاعه يلا بتاعت بابا عز، الولاعه بتاعت بابا ماشي كده. هات الولاعه بتاعت بابا عزوز. شكرا. بصوا يا جماعه ده الولاعه ازاي محترم، شاب محترم. انا مربيه على الاحترام صح يا عزوز؟ ممكن تجيب معلقه؟ شكرا. الحركه بتاعي بقى اللي انا مدربه عليها. هات المعلقه. عبيط ولا ايه؟ استنى يا جدعان والله استنى بس استني بس. ايه عز كاتش اهو. هو كاتش عليها ولا ما كاتش عليها؟ كاتش عليها صح؟ طب هات ولاعه عزوز، هات ولاعه كده يلا عشان بابا عايز. بص عزوز كاتش عليها اهي يا عزوز. عز كاتش عليها. خلاص يا عم بقى شكلك بقى وحش يا عم اهو. صوت لفت انتظار اهو. هاتي ولا يا بابا. تربيتي ولا تربيته مع عزوز بقى؟ ما انت الله قولوا في الكومنتات. حبيبي محدش شاف تربيتي اصلا لسه، انت مش مديني فرصه ان انا اربيه حتى. طبعا يا جماعه اول حاجه لازم نعملها لما يصحى ان احنا بقى يعني نفطره، عشان زمان وعيني هفتان وميت من الجوع طول الليل ما اكلش اي حاجه. فطريه ايه ان شاء الله؟ هفطره بقى زبادي مثلا، هعمل له بيض اومليت، بيحب الرز بلبن. ده فطار لواحد مش فطار لواحد، مش فطار ابن احمد شاور. ايوه ما ايه الفطار ده؟ هو انت كمان هتتكلم في الاكلات؟ انا هفطر ابني حاجه ثانيه خالص. مالكيش دعوه انت بالموضوع، مالكيش دعوه بموضوع الفطار. بفطرك انا دايما بفطرك. انت هتفطري النهارده بس حاجه على الكيفان. الحمد لله بفضل ربنا يعني. جايب له فطار وحوش بسم الله الرحمن الرحيم. جايب له من عند السني الشيخ السني سندوتش فول في الطرش زي ما انت شايفين كده. احمد الفول الفول مش هيتعبه؟ يتعبوا. الفول ده بيقوي المناعه، بيخلي الطفل يطلع راجل، خلي شنبه يطلع على طول. عبيطه ولا ايه؟ الفول اللي يتعبه ده. انا مش هتكلم يا جماعه والله. يا ريت ما تتكلميش. هيتف دلوقتي. ولو ما تفوش تف يا ولد. بالعند فيكي يا ام عز مش هيتف.
انا مربيه معوده ان هو ياكل اكلات قويه. بصي حضرتك عجبه الفول. اخس عليك يا عز. اديه كمان فول ساده من غير عيش. انتوا تشوفي بس اللي كان بيحب الفول ولا لا. كل ولا قول يابا الهنا والشفا يابا. اما يتعب بالليل بقى انت برضه. يا جماعه قولوا بس بسم خلي الله ما بالك شاء الله. منه. بالله عليكم لما تشوفوا حاجه قولوا بسم الله ما شاء الله. احنا الروتين اليومي انا زي ما عودتكم الروتين اليومي بتاعنا مختلف شويه عن ايه؟ عن بقيه الروتينات اللي ممكن تشوفوها. الروتينات الثانيه بياكلوا حاجات تعبانه، انما احنا الحمد لله بناكل فول، طعميه، بتنجان، بطاطس مهروسه. والله ما بيحط البطاطس في بقه، انت هتستهبل على نفسك. ياكل فرم ولا ما ياكلش فرم؟ ماشي فرم بس. يعني الحمد لله الروتين بتاعنا مختلف ولا كلمه. طبعا الكيسه يا جماعه متطهره عشان بس اللي هيقول لي ايه دي منظر كيسه متطهره يا كداب. عشان يقول لي الكيسه شكلها وحش. هو الشيخ السني بيبقى حاطط عليها زيت من بره ومن جوه عشان يعزلها على العالم الخارجي. ليه؟ عشان الكيسه انا فاكره مزيتها. الكيسه الاكياس دي ماما كانت بتحط لي فيها السندوتشات بتاعتي وانا صغيره، وان كنت ضيعت الكيس كمان بعد. اهم كيس في الدنيا كيس السندوتشات ده يا جدعان. احمد مامتك كانت بتحط لك في كيس انت كمان ولا في لانش بوكس؟ لانش بوكس ما كانش فيه على ايامنا لانش بوكس. والله يا جدعان ده لو فاق مش هيخلينا نعرف نعمل اي حاجه اصلا في حياتنا. لسه لحد دلوقتي لسه بيستوعب الدنيا كده، يفطر لقمه، يشرب بس أول ما كوبايه يفوق- شاي، يشرب سيجاره. انا مش يشرب فاهمه شوية انت شاي بتتكلم معايا. انت بتتكلم عليه كده ازاي؟ زوز يا زوز يا زوز، اللقمه دي رايحه فين؟ محطه. خليت ام عز تكمل الاكل بتاع الزوز. بصوا بقى لما بتيجي تديه هي الاكل بيعمل ايه معاه. ايه ده؟ ايه ده؟ ما كانش عايز ياكل منها دلوقتي. اديه تاني كده طيب. ايه ده؟ ايه ده عزوز؟ ايه الاحراج ده عزوز؟ مش هتفهم ما تاخدش حاجه من الست دي. ده المنظر النهائي بعد ما فطر زي ما انتم شايفين كده لحوسه. لازم بعد ما ياكل كده يبهدل نفسه. المفروض دلوقتي ان ماما هتاخده تغسل له ايده وبقه. بعدين بقى نغير له يقول ايه؟ بابا، يقول بابا عايز خلاص. بابا اللي يغسله. مفيش مشكله، بابا هو اللي هيغسل له بقه وبعدين نغير له بقى بيجامه النوم دي. تعالى يلا بصوا يا جماعه. تعالى يلا. انت حابب حفاضه جود كير؟ انت حابب حفاضه جود كير؟ يا جماعه بعد ما عز بيخلص فطار بقى طبعا لازم يحبس بايه؟ كوبايه شاي في اللذيذ. هو مش بيحبس، انت اللي بتخليه يحبس غصب عنه. والله العظيم هو اللي كل لما اجي اشرب شاي لازم يحبس معايا. انا ما بقولوش حاجه زي ما انتم شايفين كوبايه الشاي محطوطه اهي. هو واقف فين؟ جنب كوبايه الشاي. هو اللي جه لوحده. يلا السوسو بسم الله. حلو الشابه، حلو الشاي. فين اوكي؟ هوبا. هو بيعمل لسانه كده ليه؟ بيلحس السكر بقى بقى. خلاص كفايه بقى. كمان معلقه بس. هو معجب. بصي معجب بالموضوع خالص يعني. يلا بكره بقى نبقى نحبس تاني. بكره تعالى عدي علينا نشرب شاي قشطه. لا ده هو جايب لك المعلقه. بص هو جايب عشان معلقه تديله. عشان يحطه. انا نفسي مش واخد بالي. كاني بقى مش واخد بالي. وعزوز بيعمل ايه؟ ده هو بيحطها بيبص لك اللي هو املالي. اجمل طفل في العالم. عشان خاطر انت بتبسط بابا وبتخليه يضحك، بابا يديك ايه؟ معلقه كمان. بس خلاص كفايه خلاص. خلاص ايه اللي هو ايه اللي هو؟ مين بيحب بابا؟ مين بيحب بابا؟ خلاص زعل مني. طب بص هجيبه ازاي. كلها مغريات، يعني مش بيحبك عشان هو بيحبك انت. لا بابا بس ياكل شيتس. عزوز نو. هو مش سابك اهو. رجع. تعال لا عايز شيل الشيتوس ده احمد من قدامه بقى خلاص. ماشي. احنا اب وام غراب انا عارف. ده احنا بنعمل فيديوهات على اليوتيوب. خد بس. خلاص هو زعل اتقمص. روح انت بقى صالحه. مش عايز يتصور. ايش اللي بتعمله في الولد؟ الولد ده طالع زعل وحش زيي. يا جماعه دلوقتي دخلنا على امتع مرحله في الفيديو، مرحله الاستحمام. من عشاق الميه، عامل زيي انا وعمه برضه بنعشق الميه من واحنا صغيرين خالص. ارمينا في اي ميه يا باشا وسيبنا ومالكش دعوه باي حاجه. هو بيشوف الاول سخنه ولا لا؟ شايك بس على الميه بيطمن. وش والله استحمى بقى. ما بيحبش الدش. تعرف انا بعاني معاه في الحومه قد ايه؟ هو مش بيحب الدش عشان بيحس ان هو نفسه هيتكتم. يا عم انا لو حطيت لك ميه خلاص بلاش دش. خلاص ميه. عايز يهرب مني. انا بقول كفايه حومه لحد كده سيبه انا احميه. بيب بصوا يا جماعه دلوقتي بقى ماما هتلبسهم. طبعا الجديد بقى بتاعه جميل.
يا جماعه دلوقتي عزوز بيلبس اهو، ماما بتلبس عزوز. ده اكتر طفل مقرف في التلبيس، ولا ما تمثلش. حاضر والله، خلص لبسه واشيله، خلاص فاضل الشورت بس خلاص يا خلصي على العسل ده بس خلاص. دلوقتي بقى مرحله التسريح. خلاص انت بصوا يا بقى أحمد، قمر ازاي. تحب ان نعمله شعر على جنب ولا لورا؟ على جنب. لا يبقى لورا. وريني يا زوزو، زوزو وريني وشه حلو فين، وشه حلو فين. ده بقى اوسم واجمل طفل في التاريخ. انت عارف انا بحب اعمل ايه؟ بحب اعمله كده. فلفل ولو. وهو بينشف على كده. ماشي. دايما بيقولوا ان لما تبصي في راس الطفل كده بتعرفي اذا كنت هتخلفي بعديه ولد ولا بنت، بس انا مش بعرف. هل لو انت تعرف تقول لنا؟ يلا عشان ننزل نشتري حاجه تخرجوا مع حلوه. بعض. روح أحمد يا جماعة باي. بيحب ياخدوا يوم ويوم حاجه زي كده يعني عشان يمشيه في الشارع شويه ويشممه هوا ويشتروا له الحلويات اللي هو بيحبها. لحد دلوقتي لسه ما فيهاش. نروح نجيب عزوز الكيكه بقى من السوبر ماركت اللي هناك ده. الكيكه اللي هو بيحبها اهو، توينكز. حلو عشان يستمتع بيها. بس مركز معاها ازاي. انا عرفت هو بيحبك اكتر مني ليه. بس كده يا جدعان، لو عجبكم النوعيه دي من الفيديوهات اعملوا لايك للفيديو دوت، وهعمل لكم جزء تاني منه، هعمل لكم روتين بقى بقيه الروتين. لو ما عجبكش قول لي برده، وانا هعمل اي فكره انت هتقولها عليها في الكومنتات. يا ريت قبل ما ننهي الفيديو تعمل لايك سبسكرايب للقناه، وتبص على الفيديوهات اللي فاتت كده، تبص في القناه كده يعني هتعجبك، هتلاقي في فيديوهات هتعجبك. ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.